دي كفتة فراخ، واحدة من أحلى الأكلات اللي كلنا بنحبها وسهلة وبسيطة وهتطلع معاكم حدوتة. أول حاجة نجيب عصيان الشيش ونبدأ نحطها في مية عشان ما تتحرقش، ونقشر بصل وفلفل رومي أحمر وأخضر. وفي الوصفة دي أنا هستعمل الكبة ال 4 لتر من فلامينجو، ودي شركة مصرية 100%، والكبة ب6 أسلحة ومعاها خافي بيض، والحلة ستانلس بالكامل، والموتور بقوة 900 واط، والوات بتاعها صريح 900، هتلاقيه 900 ومعاها ضمان سنتين. ونقفل ونضرب وبالظبط دقيقة هتطلع معاكم بالحلاوة دي. نشيل البصل والفلفل على مصفى ونخليها تصفي المية بتاعتها خالص، أهم من الشغل ظبط الشغل. ونغسل الكبه، وعندي نص كيلو صدور فراخ ونص كيلو من الوراك الفراخ المخليه. ولو خدت بالكم انا حاطط الحاجه سليمه زي ما هي عشان اختبر الكبه اكتر، ونحط قطع عليا بتعلي التست معانا. ونقفل ونضرب ضربه بالظبط دقيقه هتطلع معاكم بالحلاوه دي. والله حدوته مدلعكم، انا شايف لحد دلوقتي ان الدنيا سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها. هنجيب الفلفل والبصل بعد ما صفيناه ونبدا نحطه على الفراخ مع معلقه دقيق وبقدونس مفروم والبهارات، ملح وفلفل وبابريكا وكزبره ناشفه وبهارات فراخ، ونعمل ميكس رايق من اللي قلبك يحبه، واحده واحده لحد ما كله يكون واحد. وناخد عصيان الشيش ونبدا نصبع، ونحط ايدينا واحنا شغالين في شويه ميه او ميه البصل، ونبدا نصبع ونعمل كفته لحد ما نخلص الكميه كلها. ممكن نسيبها في التلاجة نص ساعه تشمع. بعد كده هنجيب صينيه تدخل الفرن ونبدا نرص رص الجاتوه يا بتوع البلاتو. انا عشان مش عندي صينيه الفرن عملتها على شبكه الفرن، وندخلها على فرن شغال على 180 حوالي نص ساعه، واهم حاجه الفرن يكون شغال. ميه البصل نحط عليها معلقه من دبس الرمان ونبدا ندهن بيها وش الكفته، وكده كده اكلتك ودلعها لحد ما تطلع معاكم بالحلاوه دي. نقدم الكفته مع بصل وسماق وجرجير وطوميه وعيش سوري او عيش شامي. كده كده المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا، الحاجه اللي بتحبها هي اللي تعملها. بسم الله. يا جامده قوي. وكل وادعي لي واعمل سيف للحلقه دي، وتاكد انك عامل لي فولو على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.